والله حتى هذا أغرب خبر على اللاعب المغربي حكيم زياش. بحسب الصحفي التركي أكرم كونور اللي قال باللي نادي جنشلر بيرليغي بغاو يتعاقدوا معاه كانتقال حر. زياش صاحب 32 عام كان لاعب لنادي الدحيل قبل ما يفسخ معاهم العقد، ودابا حاليا هو بدون نادي. كانوا شي أخبار كيقولوا أن سيتا فيغو الإسباني وطرابزون سبورت تركي وفيورنتينا الإيطالي كانوا على تواصل معاه ولكن بدون تقدم في المفاوضات. كنتمنوا ليه التوفيق في المسيرة ديالو. شنو بان لكم؟ واش زياش غينتقل لنادي جنشلر بيرليغي ولا كتشوفوه يستاهل فريق حسن؟ وفي خبر صادم بزاف كيقولوا حاليا ان الاتحاد الاسباني لكرة القدم كيفكروا في استدعاء رشاد فتال، وهو حاليا في القائمة الأولية لمنتخب اسبانيا الأقل من 21 عام. رشاد فتال فايت له لاعب مع الفئات السنية للمنتخب المغربي، ودابا ولا تحت انظار المنتخب الاسباني نظرا للتألق ديالو مؤخرا، وسجل 5 الاهداف وعطى تمريرة حاسمة في 5 الماتشات. في نظركم واش كتشوفوه غيلعب مع المنتخب الاسباني ولا ما غاديش يخون بلادو؟ ونقولوا رسميا امين عدلي غينتقل لنادي بورنموث الانجليزي. حسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو قال باللي الصفقة تمت مقابل 29 مليون يورو، وغيخضع امين للفحص الطبي في 24 ساعة القادمة. كل التوفيق لامين عدلي في هذه المغامرة الجديدة، وان شاء الله تكون فالخير عليه. وندوزوا لإلياس بن صغير اللي بحسب الصحفي دوريان اودريتش قال بالرغم من حسم باير ليفركوزن لصفقة الارجنتيني اتشيفيري ورحيل امين عدلي، فالفريق الالماني مازال حاط إلياس كهدف ليهم لهذا الصيف. وكما قلت لكم في الفيديوهات السابقة باللي إلياس باقي في موناكو، ولكن هما حاطين عليه 50 مليون باش يسمحوا ليه يمشي. كنتمنوا لإلياس التوفيق في الخطوة الجاية ديالو ان شاء الله. وندوزوا لأمين حارث اللي بحسب فوت ميركاتو اللي قالوا ان نادي الدرعية السعودي الممارس في الدرجة الثانية بغاو يتعاقدوا مع المغربي امين حارث من اولمبيك مارسيليا. امين اللي في العمر ديالو حاليا 28 عام، اللي مدوز 4 المواسم حاليا مع مارسيليا، واللي كنلاحظوه مؤخرا ولا خارج خطط المدرب ديزيربي. كنتمنوا لأمين حارث التوفيق في الخطوة القادمة من المسيرة ديالو ويرجع كيف كان ان شاء الله. وندوزوا لأمير ريتشاردسون اللي بحسب نيكولو شيرا اللي قال ان ريتشاردسون غيخرج من نادي فيورنتينا في الايام الاخيره من سوق الانتقالات الصيفي، حيتاش ما بقاش جزء من الخطط ديالهم. كنتمنوا كل التوفيق لأمير ريتشاردسون في المرحله القادمه من المسيره ديالو. وفي اخر خبر لليوم وبحسب الاعلام الهولندي اللي قالوا ان سفيان القرواني لاعب اوتريخت على رادار اولمبيك مارسيليا وبورتو وتوريمو الايطالي. نتمنوا للاعبنا المغربي صاحب 24 عام توفيق في المسيره ديالو ويدير اختيارات موفقه ان شاء الله. وهكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. ما تنسوش ديروا لايك، سبسكرايب وشي تعليق زوين بحالكم. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.